الخير حاج. صباح النور. معكم فتحي الحاج اسماعيل، لاعب سابق في جمعية جربة، مدرب في كثير من المرات مع جمعية جربة. مرينا بأكثر من وضعية صعبة. يمكن نعاود نقول المشكله جمعيه جربه راهي ماهيش مشكله فنيه، خاطر سي اسكندر قام بعمل يشكر عليه كيف سي محمد علي كريشان. صحيح تعرف ممكن بعض الانتدابات والاصابات ما خلتش الجمعيه تظهر بوجه مشرف، رغم بعض المقابلات خاصه كي يحكوا على مقابله القلعه اللي يعتبر احسن فرق موجوده في الرابطه الثانيه. لكن بعدك الاضراب تعرف شنو يصير في الاضرابات، الفريق ما عادش يلقى الجاهزيه البدنيه، ومن بعد تضيع زوج مقابلات اللي هما مهمين، خاصه بن عروس والملعب الصفاقسي لهنا. صحيح خذيت الفريق بعد ضغط من بعض المسؤولين، لبيت نداء الواجب، نعرف جمعيتي كلاعب ولا كمدرب. لكن نعاود نقول فتحي اسماعيل ما عندوش عصا سحريه، راهو يلزم الناس كلها. مشكل جمعيه جربه عندها 4-5 سنوات تعاني من شبح النزول، وهذا نعاود نقولوا راهو عزوف تاع الغيورين تاع جمعيه جربه، رؤوس الاموال اللي في تونس ولا في جربه، الناس اللي تحب الجمعيه من لاعبين قدامى، من ناس عندها الفلوس. خاطر راهي المشكله مش في المسؤولين الموجودين، سي رياض كيتك ولا سي الياس القريتلي، يعطيهم الصحه، لكن راهو يد واحده ما تسقفش. راهو خاطر اذا ما نوقفوش للجمعيه نتاعنا صراحه باش تندثر، خاطر كل موسم راهو نمنعوا اعجوبه. يمكن الموسم الماضي صحيح تعدينا للبلاي اوف، لكن السنه كي تشوف انت المسؤولين القدامى كيما سي فوزي كريدان، سي سلام بن حامد، سي موسى بن يعقوب، سي منير حسماعيل، انا بعض الاشخاص تنجم تعطيك الاضافه من ناحيه التسيير. يلزمهم يقربوا للجمعيه، الناس كلها يد واحده باش نجموا نخرجوا الجمعيه نتاعنا من الوضعيه الصعبه. ونعرفوا المشكل راهو مشكل مادي بالاساس. اذا جمعيه في جربه تحير باش تلقى اوتيل باش تبات فيه، والا باش تعمل كراء تاع حافله باش تنقل خارج جربه، واللي احنا عندنا اكثر من 10 ولا 15 شركه تاع نقل، هذه نقطه استفهام كبرى. وهذا حكيته من قبل من اللي كنت لاعب. صراحه بدينا نعانوا. شوف احنا بعض المناطق تلقى عندهم ناس توقف للجمعيه نتاعهم. احنا هنا في جربه تمشي تقعد في القهوه الكل يقول لك خلي تطيح، ما يهمنيش فيها الانسان هذاك ما نعاونوش. راهي الجمعيه مش حاس اسماعيل فتحي ولا قريتلي الياس ولا رياضه كيتك، جمعيه تاع الناس الكل، جمعيه تجربه كل. ونعاود نقول راه فريق الاكابر ينجم يندثر، لكن الاشكاليه في شكون؟ الاشكاليه في الوليدات الصغار. كي تهبط تشوف الصغيرات والماده الخام موجوده، وخاصه بعض اللاعبين اللي ينجموا يكونوا موجودين في الفريق الاول، لكن الوضعيه يلزمك ساعه تخرج من الوضعيه الخايبه اللي انت فيها باش تعطي ثقه للاعبين الموجودين. ديما نقول الناس اللي تخدم يعطيكم الصحه، لكن زاد كيف السلط والناس اللي موجوده في جربه لازمها تلتف على الفريق نتاعها. ونعاود نقول راه فريق جمعيه جربه راه فريق الجربه كل، وخاصه الميسورين. راهو الميسورين اللي نحكوا عليهم، خاطر كي نحكوا بالفلوس راهو شنو ال 50 مليون و 60 مليون باش تعمل بهم انتدابات في الفتره هذه، خاطر جمعيه جربه لازمها انتدابات راهو في الوضعيه هذه باش نخرجوا من عنق الزجاجه. ومرينا بظروف اخي من هكا. نتذكروا موسم دوره البراج مع الاولمبي الباجي كيفاش ضمننا البقاء نتاعنا. فما مره خذينا الفريق عنده 4 نقاط و15 مقابله ما فازش، الحمد لله بالتفاف الناس الكل، سي احمد بوعزيز الهيئه التسييريه وسي هاني الحمروني منعوا الفريق. هذا راهو نداء، نعاود نقول ما نحبش نسمي اكثر اسماء على خاطر راهو جربه والملعب هذا تاع حومه السوق يلم الجربه كل. والحديث في القهاوي اللي ينجم يعاون الجمعيه، انا نداء مش مدرب، نداء تاع محب تاع جمعيه جربه، اللي ينجم يعاون جمعيه جربه يقرب للناس الكل، والناس كلها ماده يديها للمعاونه. يا خويا اقربوا وانقذوا الجمعيه نتاعكم، ومن بعد تلك المحاسبه تجي بعد نهايه الموسم. بالنسبه لذكر الصغيرات، انت قلت ثم صغيرات راين من ثماش شكون تو عندكم صغار يلعبوا تو في الجمعيه؟ صحيح معناها تو تشوف الحاجه الايجابيه كانت يمكن ميزه في جمعيه جربه، كل موسم تخرجوا 2-3 لاعبين. يظل الموسم هذا الاشكاليه الكبيره نقعدوا ديما في الاشكاليه تاع العقود. معناها تو انت توصل للاعب تاع الشبان تقول له قول للولي نتاعك باش يعمل لك عقد باش تدفع 1000 دينار، راهي مهزله في حق كره القدم. لكن فما الحاجه المفاجاه صار كي نشوفوا الوليد اياد السويسي، نتذكر انه مده 3 سنوات كي مريت بجمعيه جربه حطيناه في الفريق الاكابر. الموسم هذا يلعب تو 2 مقابلات اساسي، مقابله الملعب الصفاقسي ومقابله الترجي جرزيس. فما كيف حبيب المدب. فما بعض اللاعبين مازال باش نتبعوا في الاواسط، لكن ديما نحكيو على ضيق الوقت. لكن زاده شوف وين وصلنا، معناها لاعب اذا هو اللاعب احنا نقولوا اللاعب الممتاز راهو لاعب زوالي. اذا انت بتجي تحكم على الولي نتاعو تقول له اعطيني 1000 دينار باش نعمل عقد لابنك، راهي صعيبه راهي كي نحكي صعيبه. والماده الخام موجوده، راك تشوف انت من المينيم حتى
الفريق الثاني معنا فريق النخبه راهم موجودين اللاعبين، لكن الاحاطه لازمها تكون اكثر والدعم يكون اكثر. ووقت اللي نعملوا احنا الانتدابات نتاعنا ما نكثروش 14 ترجع تعمل 4 5 وعندك الماده الخام اللي هما وليدات صغيرات. وعندنا المثال كبير برشا تاع الترجي جرزيس صراحه كي تشوف 5 6 من ابناء النادي والماده الخام نتاعهم موجوده ونجموا يلعبوا في اي فريق في الرابطه المحترفه الاولى. هذا نداء نعاود نقولوا راهو عندنا وتشوف المقابلات تاع الشبان جمعيه جربه عندها وليدات يبشروا بكل خير. لكن لفته للناس الكل يا خويا اجوا اقربوا حتى للصغيرات. راهو زاد عيب اذا وصلت جمعيه باش تعمل عقد تاع لاعب تقول للولي نتاعو اجي انت اعمل جيب لي 1000 دينار باش اعمل لك عقد للعب. نقطه استفهام كبرى. سيدي شكرا ويعطيك الصحة وإن شاء الله جمعية تتقدم بك أنت وبارك الله فيك أخوي ومرحبا بك.